في الثمانينات الشرطة السوفيتية كانت في سباق مع الزمن، كل شوية يلاقوا جثة وجثة تانية وجثة كمان، كلهم مقتولين بنفس الطريقة ومشوهين بشكل بشع. اللي شافوه كان مرعب، وده معناه حاجة واحدة، إن القاتل واحد وهيقتل تاني. الشرطة ساعتها كان بتدور على شخص واحد، شخص محدش كان يتوقعه. الراجل ده كان اسمه أندريا تشيكاتيلو، واللي اتعرف بعد كده بلقبه اللي رج الأركان كلها، السفاح الأحمر من روستوف. أنا محمد موافي وأنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. من بره كان باين عليه راجل محترم، راجل عادي، موظف نموذجي وخدم في الجيش وأب لطفلين، لكن الحقيقة كانت مرعبة. تشيكاتيلو ما كانش مجرد قاتل، ده كان وحش بشري. لما اتقبض عليه اعترف ب56 جريمة قتل ارتكبهم، وده كان ما بين 1978 ل 1990. وفي المحكمة اتحاكم على 52 تهمة في جناية قتل، وفي النهاية اتحكم عليه بالإعدام. وبالرغم ان قصته انتهت، لسه اسمه بيخوف لحد النهاردة. الأخطر من كده ان في قتلة متسلسلين جم بعده واعتبروه قدوة ليهم. أندريا تشيكاتيلو اتولد في 16 أكتوبر 1936، في الوقت اللي كان لسه في الاتحاد السوفيتي متماسك وحالياً معروف بأوكرانيا. حياته ابتدت بأول لحظة بمعاناة، لأنه اتولد بعد المجاعة اللي هزت البلاد كلها في الهولدومور. الناس كانت بتموت من الجوع في الشوارع، والبلد كلها كانت عايشة في كابوس. أندريا اتربى في كوخ صغير من أوضة واحدة، عايش فيه هو وأبوه وأمه اللي كانوا مزارعين غلابة وكانوا بيصارعوا عشان لقمة العيش. الطفولة بتاعته كانت كئيبة وحزينة ومعزولة، وكل ده كان بيحصل في ظلال من الرعب والخوف. أمه كانت دايماً بتحكي له قصة كانت بتطارد عقله. قالت إن كان ليه أخ أكبر منه اتخطف منهم والناس الجعانة أكلته في المجاعة. هل القصة دي حقيقية؟ للأسف محدش يعرف، ولكن اللي احنا متأكدين منه إن هي حفرت جوه دماغه ذكرى مرعبة. أندريا بعد ما كبر اشتغل مدرس في 3 مدارس مختلفة، بس بدل ما يكون قدوة ليهم استغل بعض منهم واعتدى عليهم جنسياً. أندريا كان بيتنقل من مدرسة للتانية، ولكن كل مرة كان بيكون وراه فضيحة. حتى الأيام بتاعته في المدرسة زمان ما كانتش سهلة، كان ضعيف البنية وقصير، وده خلاه دايماً هدف للمضايقات والشتايم. كانت أكتر حاجة بتوجعه لما زمايله كانوا بيسخروا منه بسبب أبوه، وده بسبب إن هو أبوه تم أسره في الحرب العالمية التانية، وزمايله كانوا دايماً يقولوا عليه إن هو ابن الجبان. كل الكره والجوع والعنف كانوا بيشكلوا شخصية أندريا. للأسف ما كانش يتخيل إن هو هيكون من أبشع السفاحين في تاريخ البشرية. الانتقادات اللي كانت بتطارده وهو صغير، كلام الناس، سخريتهم، ونظرات الشفقة، كل ده كان بيكسر فيه حتة ورا التانية. الطفل اللي اتربى على الخوف كبر وبقى شاب بيكره نفسه، حاسس إن هو مش راجل كفاية وغير مناسب لأي علاقة أو أي حياة طبيعية. حاول يرتبط، حاول يدخل علاقات زي باقي البشر، لكن في كل مرة كان الفشل بيستناه. العجز الجنسي بتاعه ما كانش مجرد مشكلة جسدية، دي كانت لعنة بتطارده في كل لحظة. كل العلاقات بتاعته كانت بتنتهي بنفس النهاية، إحراج وصمت وانكسار، وكل نهاية كانت بتخليه يكره نفسه أكتر، لحد ما بقى شايف إن هو ملوش أي مكان في العالم غير في الضلمة. ومن جوه الضلمة دي ابتدى الوحش يظهر للعلن. الكلام ده قاله بعد سنين لما كان بيتكلم عن الماضي بتاعه، إن البنات كانوا بيتكلموا من ورا ظهري، بيقولوا إني عديم القوة. كلام البنات عنه كان دايماً بيوصل له، كل كلمة وكل همسة كانت بتخبط جوه قلبه زي الطلقة، وكان بيكون مكسوف جداً ومكسور أكتر، لدرجة إنه في مرة من المرات حاول الانتحار وإن هو يقتل نفسه. ربط الحبل حوالين رقبته وكان ناوي ينهي حياته وينهي كل شيء، ولكن أمي وكم شاب من الجيران شالوني من على الحبل. وقتها كنت مقتنع إن مفيش أي حد هيقبل راجل ضعيف زيي. الكلمات دي كانت المراية بتاعته اللي شاف فيها صورته الحقيقية، مش بس شاب مكسور، ولكن بركان جواه نار، نار هتتحول قريب جدا جدا لدم. رغم كل الصدمات اللي عاشها في طفولته، أندريا تشيكاتيلو حاول يعيش حياة طبيعية نسبيا لما كبر شوية. خلص الخدمة العسكرية الإلزامية بتاعته من سنة 57 لسنة 60، وانضم للحزب الشيوعي، وده كان محاولة منه إن هو ينضم لصفوف الناس ويكون شخص طبيعي. وبرغم إنه كان عنده مشاكل جنسية، إلا إن أخته ساعدته ورتبت ليه لقاء مع ست تانية اسمها فيانا. اتجوزها سنة 1963 وربوا مع بعض طفلين. بعد ما استقر نسبياً في حياته، أندريا تشيكاتيلو ابتدى يشتغل على نفسه أكتر. ابتدى ياخد دورات في الأدب الروسي،
وكمل دراسته لمدة 5 سنين في جامعة روستوف. ومش بس كده، ده بعد ما خلص دراسته ابتدى إن هو يتجه لمجال التدريس لتدريس الأدب الروسي، ولكن كان لسه في جانب مظلم في شخصية تشيكاتيلو. ما عداش وقت طويل لحد ما ابتدى يوصل بلاغات للمدرسة بأنه كان بيرتكب اعتداءات جنسية ضد الطلاب بتوعه. نتيجة لكده ابتدى يتنقل من مدرسة للتانية لحد ما في النهاية تشيكاتيلو اتفصل نهائي. في سنة 1978 تصاعدت الجرائم بتاعة تشيكاتيلو من إن هو بيعتدي على الأطفال اللي إن هو وصلت بيه الدرجة إن هو يقتلهم. وفي سبتمبر 1978 تم العثور على جثة الطفلة ليليانا زاكتونوفا. كان عندها 9 سنين ولقوا جثتها موجودة في نهر جورشيفيكا. الطفلة كان باين عليها علامات التعذيب وكانت مطعونة وكانت مخنوقة. بعدها أندريا تشيكاتيلو في الاعترافات بتاعته اعترف إن هو قتلها، لكن الغريب في الموضوع ده إن في حد تاني كان اتهموه بالقتل فعلا، شاب اسمه ألكسندر كرافيتشينكو عنده 25 سنة. للأسف الشاب ده اتحكم عليه بالإعدام سنة 1984 رغم إن هو ما كانش القاتل الحقيقي. وعلى الرغم إن في واحد اتقتل بداله، لكن ليليانا زاكتونوفا هي أول ضحية مؤكدة لتشيكاتيلو. من بعدها للأسف ابتدت الضحايا تزيد، عشرات البنات والأطفال اللي اتقتلوا بنفس الطريقة الوحشية. لكن الشرطة ابتدت تلاحظ نمط غريب، أغلب الضحايا كان فيهم تشويه متشابه، وده كان باين على كل الجثث. من سنة 1978 لحد 1990 أندريا كان مستمر في الجرائم الوحشية بتاعته. ضحاياه كانوا كلهم صغار في السن وكانوا أطفال، وده كان زي ليوبوف بيريوك، دي كانت بنت عندها 12 سنة، قتلها بطريقة وحشية وبشعة سنة 1982. وبرضه أولجا ستالماشينوك اللي كان عندها 10 سنين، تشيكاتيلو طعنها وفتح بطنها وفرغ الأحشاء بتاعتها ورماها كأنها لعبة. تشيكاتيلو كان دايماً بيلاقي ضحاياه في أماكن بسيطة زي محطات الأتوبيس أو محطات القطر، كان بيقودهم لمكان بعيد ومعزول وهناك كان بيتحول لشيطان، كان بيطعنهم ويحط الطين في بقهم كأنها رسالة غريبة. بعضهم كان العيون بتاعتهم منزوعة وبعضهم البطون بتاعتهم كانت مفتوحة. معظم الحالات كان بيغطي الجثث بالورق وشوية تراب بس. ولما اتسأل ليه كنت بتشوه عيون الضحايا بالطريقة دي، قال إن هو كان خايف إن بعد موتهم الصورة بتاعته تترسخ في دماغهم ويعرفوه في الحياة التانية. المحققين اللي كانوا بيراقبوا جرائم القتل المروعة دي كانوا بيلاحظوا نفس التشوهات في كل الحالات وفهموا إن القاتل واحد، ولكن جرائم القتل المتسلسلة كانت شبه معدومة في الوقت دوام في الاتحاد السوفيتي. وللأسف الموضوع كان بيتكتم عليه كتير جدا في الإعلام الرسمي، ولكن مع مرور الوقت وبداية الثمانينات محدش كان قادر ينكر حقيقة إن في قاتل متسلسل بيروح وبيجي بحرية كاملة في الشوارع. ولكن في النهاية تشيكاتيلو اعترف إن هو ارتكب 56 جريمة قتل، أغلبهم لبنات صغيرين، ولكن في بعض الأحيان كان في أولاد صغيرين. وبعد التحقيق اتأكدوا من 53 جريمة قتل منهم. الشرطة اتلخبطت معاه كتير جدا والقبض عليه ما كانش سهل لأنه اتمسك واتساب أكتر من مرة، وده بسبب وجود ثغرات في الأدلة. أشهر مرة لما لقوا إن عينة الدم اللي أخدوها منه مش متطابقة مع DNA من عينة السائل المنوي اللي أخدوها من ضحية. ولكن بعدها اكتشفوا حاجة غريبة جدا، تشيكاتيلو ما كانش مفرز في اللعاب أو في أماكن تانية، يعني نوع دمه مش ممكن إنه يطلع في التحليل إلا من عينة دمه مباشرة، وده خلى الأمور أصعب وأصعب عليهم. ولكن في نوفمبر سنة 1990 بعد ما قتل آخر ضحية ليه سيفيتا كورستيك، شرطي لاحظ السلوك المشبوه بتاعه وقرر إن هو يوقفه. وبعد تحقيق 20 ساعة من التحقيقات والرعب والقتل، أخيراً تم القبض على السفاح الأحمر من روستوف. الطبيب النفسي ألكسندر بوخانوفسكي كان أول واحد حاول يفهم عقل السفاح ده. بوخانوفسكي وصفه في التقرير الأولي ليه إن هو شخص سادي ومختل، وده لأن الراجل قعد معاه جلسات طويلة جدا وقدر يفهم شخصيته. الراجل قعد وقت طويل جدا معاه وحاول يفهم إيه اللي جوه دماغ تشيكاتيلو ويعرف إزاي واحد ممكن يعمل كده. المفاجأة إن تشيكاتيلو ما كانش بس بيتكلم معاه، ولكنه كان مبسوط بالاهتمام دوت. بدأ يفتح له قلبه ويحكي له عن كل شيء عمله، كل جرايمه وكل أسراره وكل تفاصيل الوحش اللي كانت جواه. الشرطة كانت مصدومة لما عرفت عدد الجرائم اللي اعترف بيها تشيكاتيلو، وكانوا متوقعين إن تشيكاتيلو ارتكب 36 جريمة قتل فقط، ولكنه اعترف وقال لهم لا، دول أكتر من كده بكتير. بعد التحقيقات بوخانوفسكي أكد إن تشيكاتيلو في حالة تسمح ليه إن هو يتحاكم. جوه المحكمة تشيكاتيلو اتحط في قفص حديدي بعيد عن هيئة المحلفين، وهو جوه القفص ده ما كانش بيتصرف بأن هو شخص طبيعي. كان بيغني، كان بيتهجى كلام غير مفهوم، وفي لحظة
نزل البنطلون بتاعه بدون أي سبب. وبرغم كل ده القاضي أعلن الحكم بتاعه إعدام. وفي يوم عيد الحب سنة 1994 تم تنفيذ حكم الإعدام، طلقة واحدة في الرأس. القاضي وصف الحكم دون إن ده هو الحكم الوحيد اللي استحقه تشيكاتيلو. ولكن حتى بعد تنفيذ حكم الإعدام بتاع تشيكاتيلو الإرث الدموي ليه موقفش. في قتلة متسلسلين روس تانيين زي ألكسندر بيتشوشكين المعروف بقاتل الشطرنج، والقاتلة التانية تامارا سامسونوفا، كانوا مستوحيين واخدين تشيكاتيلو قدوة ليهم. ومين كان يعرف لو ممكن تشيكاتيلو عاش أكتر كان ممكن يشوف إيه تاني. زي ما قال تشيكاتيلو نفسه: أنا خطأ من الطبيعة وحيوان مجنون. أنت كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيحكي عن قضايا وقصص مقفولة وقليل اللي بيتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الجرائم والتحقيقات اللي ناقشناها في الحلقات اللي فاتت، واستنانا في الحلقة الجاية. شكرا لكم.